خواتاتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة وقضية جديدة. القصة ديالنا اليوم من أخطر القضايا اللي هزات مدينة الدار البيضاء. واحد الصباح سعاد البطلة ديال القصة ديالنا اليوم خرجات هي وصاحبتها للمارشي باش يتقضاو، ومنين رجعوا من المارشي وبحكم أن سعاد تقضات بزاف قالت لجارتها عافاك طلعي معايا نطلع هاد الخضرة للدار، عاونيني راه تقيل عليا. كي وصلوا لباب الدار كيلقاوه محلول. مع الدخله غيتفاجئوا بواحد المصيبه، كارثه. جوج ديال الجثث في بيت النعاس، ولدها اللي هو ابراهيم والافريقي اللي كاري عندهم بيت في السطح. شكون صفاها ليهم؟ اشنو هي الاسباب والدوافع لارتكاب هذه الجريمه؟ الجاني ما يطيحش لكم على البال. بقاو معايا حتى الاخر، قصه غريبه. خوتي مرحبا بكم. اولا شكرا على الدعم ديالكم اللا مشروط، والف تحيه للناس اللي كيديروا لايك يلا تيطلع لهم الفيديو. نرجعوا القصه ديالنا. السيده من هول الصدمه ما قدراتش تمالك الاعصاب ديالها، جاتها واحد الحاله هيستيريا خطيره، كتغوت وكتمرغط في الارض. تتجمعوا عليها الجيران، هنا الجيران عيطوا للبوليس وتخبر الوكيل العام الملك اللي عطى امر لرجال الفرقه القضائيه والناس ديال الشرطه العلميه والتقنيه. التحقوا بعين المكان وطوقوه وبداو في الابحاث ديالهم. الافريقي مضروب بآلة حادة جهة الكلوة ديالو، ولكن ابراهيم ما فيه حتى شي ضربة. تخداو صور الجثث من جميع الزوايا وهزوهم لمستودع الاموات باش يخضعوا للفحص ديال الطبيب الشرعي. رجال الفرقة الوطنية بداو البحث ديالهم من الدار، وأول واحد غيبداو معاه البحث هو الأم ديال إبراهيم اللي هي سعاد، ديك السيدة جارتها اللي كانت معاها. قالوا للأم عاودي لينا من الأول وبشوية عليك. قالت لهم أنا خرجت من الدار مع 9 ديال الصباح، بقيت على جارتي وقلت لها باش تمشي معايا تاهي للسوق. بغيت نجيب شي خضيره ونخليها لولدي لانه هو اللي كيطيب لينا الغدا. كيتغدى هو وجويه الوحده ونص كيجي كيشد علينا حنايا انا وباه، كنجيو حنا نتغداو ونديرو واحد نرتاحو واحد شويه وكنرجعو للمخبزه ديالنا. صاحبتي وجارتي واخا كانت عندها التقضيه ديالها كامله في الدار ما كانت بغات والو، ولكن مشات معايا تونسني. ملي وصلنا للمارشي تقضينا، ملي رجعنا طلعت معايا حتى للدار حيت كان عندي الثقل، وتفاجئنا بهذا المنظر هذا. لقينا الباب في الاصل غير مردود ما مسدودش. غالبا هذا الافريقي تهجم لي على ولدي وقتلو. قالوا لي باش عرفتي بانه هو اللي هجم عليه؟ قلت لهم راه باب الدار لقيناه غير مردود. سولوا هذيك الجاره قالوا لي شحال ديال الوقت درتو تقريبا من بعد ما خرجتوا للسويقه ورجعتوا؟ غتكون شي ساعه الا روب تقريبا قالت لهم. وملي رجعنا قالت لي جارتي يلاه طلعي معايا لان كان عندها الثقل، عاون باش نعاونها. طلعت معاها، مع دخلنا للباب مع باب الدار لقينا هاد المصيبه قدامنا. المحققين قالوا للام سعاد فينا بلاصه ينعس ولدك؟ قالت لهم مره تينعس في بيتي مره تينعس في بيتو. ملي سولها على بيتو وراتو ليهم، ملي دخلوا للبيت تفاجئوا لقاو كاع الحوايج اللي عنده والديكوراسيون اللي داير في البيت كلشي بالغوز. تصاور معلقين ديال البنات، دوك الملصقات اللي في البيت كلهم ديال البنات. البوليس قالوا لها واش هذا البيت هذا ديال شي بنت ولا ديال ولدك؟ قلت لهم لا سيدي راه بيتو هذاك. قالوا لها على هذا الحساب ياك ما ولدك عنده شي ميولات انثويه؟ قالت لهم يا سيدي. هنا المحققين غادي يحطوا قدامهم بزاف ديال الفرضيات، ولكن التقرير ديال الطب الشرعي غيكون حاسم. غيجي فيه بان هذاك الافريقي تقتل بهذيك الطعنه اللي كانت جهه الكلوه، والاداه باش تقتل واحد الموس ماضي اللي كانت الطول ديالو تقريبا 20 سنتيم.
أما الشاب إبراهيم الوقيته اللي مات فيها كان يمارس عليه، والموت ديالو كانت عن طريق الخنق، مات مخنوق. ولكن إلا تبعتو معايا مزيان غيبان لكم بأن كاينه شي حاجة اللي ناقصة، وهذا الشيء هو اللي انتبهوا ليه البوليس. أولا أداة الجريمة ما تلقاتش، من بعد المسح ديال مسرح الجريمة ما تلقاش هاد السكين. الفرضية ديال أن هاد الجوج هادو كان معاهم شي شخص ثالث كتولي باينة، لأن كون كانوا غير بعضياتهم غادي يكون بعدا الموس باش تقتل غيكون حداهم. الأم كتقول بأن ولدها كاع الجيران كيعرفوه بأن عنده ميولات أنثوية، وهذاك الإفريقي اللي تيسكن عندهم في السطح كلشي كيعرفوا بأنه ملتزم وداخل سوق راسو. وحاجة أخرى اللي قالتها الأم للبوليس، قالت لهم أودي هاد الإفريقي راه ما كيهضرش مع ولدي إبراهيم كاع، ما بيناتهمش الهضرة، كل واحد فيهم شاد تيقارو. وحتى الشهادة ديال الجيران قالوا بأنهم ما عمرهم ما شافوهم مع بعضياتهم. والأم قالت للبوليس بأنها فاش كانت خارجة هي والجارة غاديين للمارشي بانوا لها شي رجال واقفين حدا الدار، وقالت لهم بأن هادوك الرجال كيتبان من خلال الهيئة ديالهم أنهم أفارقة، وغالبا كانوا كيتسناو هذاك الإفريقي اللي ساكن عندها الفوق. إذن غيكونوا هما اللي طلعوا لعندو وصفوها ليه وهبطوا وتكرفصوا ليه على ولدي. البوليس حاولوا يوسعوا الدائرة ديال البحث وبداو التحقيق مع الجيران كلهم أكدوا بأنهم ما بان لهم في ديك الوقيته حتى شي واحد إفريقي قدام الدار، والجيران كلهم تيأكدوا بأن الولد ديال هاد السيدة هادي كانوا عندهم ميولات أنثوية معروف، والتصرفات ديالو كلها ماشي بحال الولاد، والصحاب ديالو كلهم أولا الأغلبية ديالهم غير بنات. المحققين مشاو لجهة المخبزة ديال العائلة وبداو تيسولوا في المحيط ديالها، يقدر زعما يكون هذا الافريقي كان كيجي عندهم تما المخبزة وما تيشوفوا حتى شي واحد، الام ما فراسهاش. وهما تيبحثوا، ومن ضمن الناس اللي بحثوا معاهم واحد السيد عنده حانوت ديال تبقالت. سولوه على ابراهيم، قال لهم اياه كنعرفو مالو. قالوا له بحكم انك انت الحانوت ديالك مقابله مع المخبزه، واش ما عمرك لاحظتي بان كيجي عنده شي حد من صحابو تيجمع معاه هنايا؟ قال لهم انا غادي نقول لكم داكشي اللي تنشوف، ولكن عافاك هاد الهضره بلا ما تقولوها لمو، راه ما فيا ما يتصادع معاها. قال لهم تقريبا 4 حتى 5 المرات في الاسبوع كيجي عنده واحد السيد ومعاه واحد البنت كنعرفها كتكون معاه بزاف، وتا مو راه كتشوفو معاها، وهي راه كتسكن غير هنا حدانا. ولكن هاد الولد هذا تيجي غير ملي ما تتكونش موت ابراهيم، البنت كتبقى واقفه على برا، وابراهيم وهاد السيد هذا كيدخلوا المخبزه لداخل، ما عرفت سيدي اش تيبقاو يديروا تما. انا في الحقيقه هاد المنظر ما عجبنيش، وقلت هاد جاري هذا ساعه قال لي دخل سوق راسك، اش بينك وبينهم ماشي سوقك. لهم انا كنت بغيت نقولها لمو، ولكن راه خفت، هو قال لي راه مو شالوطيه غادي تمشي غتلبقك، اللهم بعد منها، وراه كلشي عارف هذاك الولد شنو كيدير، بعد من هذا الصداع هذا. وهذا الشيء حتى انا درت راسي ما شفت والو باش نبقى بعيد من المشاكل. وهاد البنت هذه راه غالبا مو راه كتعرفها وكتعرف فين كتسكن. مشاو عند سعاد سولوها على البنت، قالت لهم راه هو صحاباتو جوج ديال البنات، وحده سميتها فاتي ووحده سميتها صابرين. قالوا لها المحققين وهاد جوج بنات راه بغيناهم فين يمكن نلقاوهم، عطاتهم العنوان ديال هذيك البنت اللي قريبه عليهم. البوليس مشاو عندها للدار. السلام عليكم، انت هي صابرين؟ قالت لهم اياه. اشنو بينك وبين ابراهيم؟ بيني وبيني والو، صديق وكنخرجوا انا وياه مره، ومعنا واحد البنت صاحبتنا كتكون معنا، مرة تنتفرجوا في الكرة، مرة تنجلسوا في قهوة، وغالبا من ما تيكون عندنا ما يدار تمشيو نجلسوا مع حدا المخبزة، وراه مو هي تتقول لنا بقاو تعمروا معاه راه ما عنده حد. وفي الحقيقة ابراهيم الله يعمرها سلعة،
كان مسكين كيدير معانا زوين، كيخلص عنا القهوة، مرة يخلص علينا التيران، كل خطرة واش كان كيدير معانا، ما عمرنا شفنا فيه شي حاجة خايبة. ايوا وهداك الولد اللي تيجي معاك للمخبازة وكتبقاي انتي جالسة برا وهو كيدخل معاه لداخل، شكون هو هذاك؟ واش هادي نقول لكم، ما عندي ما نخبي لكم، هذاك راهي صاحبه. فين عرفتوه نتوما؟ لا هو راه تيسكن في السونتر فيل وكيجي عندنا مرة وتعرفنا عليه غير في التيران ديال الكرة، وتقرب من ابراهيم بزاف وتصاحب معاه ولا في الكليكه ديالنا حتى هو. انتي عارفه فين تيسكن؟ ياه كنعرفو فين تيسكن، واصلا شحال مرة كيصيفطني ابراهيم لعندو، مرة تنديرو شي سخرة، مرة تنديرو شي فلوس. علاش ابراهيم كان تيعطيه الفلوس؟ قالت لهم سيدي ما نكذبش عليك، هادشي اللي كاين. ودابا فين غادي نلقاو هاد السيد؟ قالت لهم يلا معايا نوريكم الدار. مشاو عند هاد السيد لدارو، لقاوه. هاد السيد كان الاسم ديالو مروان والعمر ديالو 27 سنة. مروان سلام، قول لينا شنو كتعرف على ابراهيم؟ قال لهم والو، هي صاحبي وصافي. بجوجنا كنتلاقاو في الكرة في التيران، وكانوا كيجيو مع هادوك جوج بنات، تصاحبنا مجموعين وتبادلنا بنوامر التليفون ولينا كنتلاقاو ديما. ايوا والفلوس اللي كان يجيب ليك اللي كان كيصيفط لك مع صابرين؟ قال لهم لا، راه هادوك الفلوس غير ملي تيكون شي ماتش ديال الكره، وبحكم انني كنسكن انا قريب للتيران كيعطيني الفلوس كيصيفطهم ليا باش كنقطع عليهم لي تيكا ديال التيران. هادشي اللي كاين. ابراهيم هو اللي تيخلص عليكم ديما ياك؟ ماشي ديما، حتى حنا راه كنديرو لو جيست مره ولكن هو تيبغي. البوليس غيقولوا مع راسهم غالبا غادي يكون هذا هو الشخص الثالث اللي كان مع ابراهيم والافريقي في الدار، ولكن من بعد البحث ومن بعد ما تبعوا البرنامج اليومي ديالو غيتاكدوا بان هذا السيد هذا بعيد كل البعد على انه يكون ارتكب هذه الجريمه هذه، والسيد ما عنده حتى شي علاقه بالقضيه. هنا المحققين عاوتاني حطوا بزاف ديال الفرضيات وداروا قدام عينيهم بزاف ديال المتهمين، والمتهمه الرئيسيه اللي طاحت للبوليس في بالهم هي الام. ولكن قبل ما يحققوا معها البحث تعطى امر باش يتفتش هذاك البيت اللي كان ساكن فيه الافريقي الفوق، البيت اللي في السطح. يقدر زعما يكون شي حد اللي كان مع الافريقي الفوق، اولا شي وحده اللي كانت عشيقه ديالو وحصلاتو مع ابراهيم. بزاف ديال الفرضيات. فاش طلعوا المحققين لهذاك البيت غيتفاجئوا بالوجود ديال بزاف ديال الساشيات اللي تابعين المخبازه ديال سعاد، وهما تيقلبوا في هاد الحوايج ديال الافريقي غادي يلقاو بزاف ديال التصاور ديال سعاد موت ابراهيم. البوليس غادي يهزوا هادشي كامل وغادي يهبطوا عند سعاد، غيهزوها معاهم وغيديو معاهم حتى راجل سعاد من اجل تعميق البحث. قبل ما يبداو مع سعاد عيطوا لراجلها وبداو معاه واحد التحقيق معمق. اول حاجه غادي يبداو معاه بها هي هاد الافريقي هذا شكون اللي جابوا لكم للدار، وكيفاش تعرفتوا عليه، وكيفاش تكريتوا له داك البيت اللي في السطح. الزوج ديال سعاد قال لهم بان السيده جارتنا صاحبة مراتي هي اللي جابت لنا هاد الافريقي وقالت لنا بان راه على الضمانه ديالها. قالوا له واش هاد الافريقي كان تيجي عندكم مخبازه يتقدى الخبز؟ قال لهم لا، ما عمره ما جا لعندنا. قالوا له راه لقينا عنده الساشيات ديال المخبازه ديالكم. قال لهم لا راه غير مراتي ملي كنساليو الخدمه في الليل وتيبقى لينا شي شويه د الخبز كتجمع داك الشيء وكتفرقوا على الناس اللي محتاجين. هنا غادي يستدعيو الزوجه ويقولوا لها شوف غتقولي لنا اشنو بينك وبين هذا الافريقي. قالت لهم بيني وبينه غير الخير والاحسان، ما عندي معاه حتى شي علاقه. حطوا لها التصاور ديالها فوق الطبله، قالوا له هاد التصاور هادو اش كيديروا عنده في البيت، والساشيات ديال المخبازه ديالكم اش كيديروا حتى هما تما. دابا بلا ما تكذبي علينا وتقولي لنا بان راه ما عندك حتى شي علاقه بهذا السيد هذا. السيده تتاكد بان هذاك الخبز كتعطيه له بخبار راجلها. الحاجه الثانيه هي ان التصاور ما كانش عارفه بان هذا الافريقي عنده تصاورها. ملي عرضوا هذا التصاور على الزوج ديالها قال لهم ما عمرني ما شفت هذا التصاور.
والزوجه قالت لهم شتي هاد التصاور غالبا غادي يكونوا مع داك القش اللي كان عندنا في البيت، ومني خويناه بالزربه غالبا غيكونوا بقاو تما. السيده كتجاوب اجوبه معقوله منطقيه ومتناسقه، وزائد ان الزوج تيبين بان العلاقه ديالهم مع هذا الافريقي هذا كانت علاقه مبعده بزاف. ما عمره ما شاف مرته مع الافريقي، ما عمر الافريقي ما جا عندهم المخبازه، زعما شي حاجه اللي محيره. بقى لهم واحد الشخص واحد اللي هي الجاره اللي قالوا عليها بانها هي اللي جابت الافريقي. جابوها للتحقيق، قالوا لها الشريفه غتقولي لينا هذاك الافريقي وصلنا الاخبار بان انت اللي جبتيه ليهم للدار. قالت لهم في الحقيقه انا راه ما كنعرفوش، وانا بعيده عليه بزاف كاع، ما عمرني كانت بيني وبينه حتى السلام. قالوا لها واش انت كتخربقي علينا؟ واش انت اللي جبتيه لهم كتقولي ما عمرك هضرتي معاه؟ قلت لهم سيدي ما عندي ما نخبي عليكم، وهاد الهضره راه قلناها غير على ود راجل سعاد باش يقتنع ويكري هذاك البيت لهذاك الافريقي. سعاد جات عندي واحد النهار ورغباتني، قالت لي انا مزوقه فيك وقفي معايا في واحد القضيه. قلت لها اختي راه واحد السيد بغى يكري واحد البيت عندي، وهذاك البيت اصلا راه غير خاوي في السطح، ما كنستعملو حتى شي حاجه، وبغيت نستافد من الكرا ديالو. عافاك غير قولي لراجلي بان هذا السيد راه على ضمانتك انه راه الله يعمرها دار، وفي الحقيقه راه والله العظيم راه الله يعمرها دار. انا خفت غير الراجل اللي يمشي يسكش شي حاجه، داكشي علاش راني محتاجه لهاد الكرا هذا، الله يجازيك بخير. المهم السيده اقتنعت وقررت باش تقول داك الراجل سعاد بان داك الافريقي راه على ضمانتها. البوليس رجعوا عند سعاد وعرفوها بانها كانت عندها علاقه بهذا الافريقي من قبل ما يجي يسكن عندهم. جاوها نيشان قالوا لها علاش كذبتي على راجلك، وعلاش تكذبي حتى علينا حنايا؟ كانت عندك علاقه قديمه مع هذا السيد وانت اللي جبتيه حتى للدار. منين عرفتيه وكيفاش تعرفتي عليه؟ وفين درتي اداه الجريمه اللي قتلتيه بها؟ عيات ما تهرب. الساعة البوليس حاصروها وقالوا لها بان جميع الادله ضدها. السيده طلعات للجبل شحال وهي ناكره، ولكن البوليس ضغطوا عليها حتى نهارت، بدات كتبكي، خلاوها تا سالات بالبكا. في الاخر غادي تعترف، والاعترافات ديالها كانت خطيره وخطيره بزاف. هاد السيده كانت عندها علاقه مع هاد الافريقي قبل ما يجي يسكن عندها، علاقه غير شرعيه وفي السر، ما كانت عارفاها لا جاره لا الرجل ديال سعاد. الوحيد اللي كان عارف هاد العلاقه هو ابراهيم ولدها. وهاد الافريقي كان كيمارس على الزوجه وعلى الابن ديالها ابراهيم. ونهار الواقعه دارت معاه باش يهبط عندهم لتحت، موالفين تينعسوا مجموعين. النهار ديال الواقعه قالت الراجل انا كانت معاه في المخبازه في الصباح كيمشيو هما الصباح بكري جويه السعود. قالت الراجل انا غادي نمشي نتقدى شي خضيره ونخليها لابراهيم باش يوجد لينا الغدا وعاد نجي. هما اصلا راه كانت دايره مع افريقي باش يهبط لعندو. رجلها بقى مسكين حاضي ديك المخبازه، هو اللي رد البال، من طبيعه الحال ما غاديش يقدر يسد المخبازه ويجي يتبعها. مش شحال هادي قبل ما يسكن عندهم هاد الافريقي كانت هي اللي كتمشي تقلب على فين تمشي معاه، ولكن باش تسهل عليها المأمورية فكرات في هاد الحيلة وهاد الخطة الجهنمية باش جيبو تسكنوا عندها في البيت ديال السطح. قالت البوليس مني جيت من المخبازة جيت نيشان للدار، عيطت للإفريقي هبط لعندنا. ولدي كان تيلقى المتعة ديالو في شي تصرفات سادية. طلب من الإفريقي باش يربطو، ربطلو يدو وربطلو رجلو بواحد الكردة دورها له على عنقو، بقات يعنف فيه وتيضربو بهذيك الكردة. ولدي عنده صحة على قد الحال، تزيرات عليه القنبة وتخنق وبدا تيغوت. حنا ما سحبناش بانه راه كان كيموت. ملي حسيت بولدي ماشي هو هداك بقيت كنضرب في الافريقي باش يحبس. السيد ما تسوقش ليا. المواس اللي كنستعملو في العيد الكبير كانوا تحت الناموسيه. تحنيت وجبت واحد الموس باش نحل الكردة على ولدي.
ولكن ما جيت فين نعتقو احترموا الأمانة دا أمانتو. ما شعرتش براسي وخشيت الموس في البطن ديال الإفريقي. ضربتو جوج ديال الضربات، وحدة جيت الكلوة ووحدة في البطن. ترفع تقرير الوكيل العام الملك وتحكم على هاد السيدة بالمؤبد. ما تنساونيش من اللايك والتعاليق الزوينة ديالكم. الله يرزقنا ويرزقكم حسن الخاتمة. الله يسترنا ويستر وليداتكم. كان معكم خوكم سعيد، إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.